وبتبدأ قصتنا في اسم شرطة فغمون في الهند، وبتكون الدنيا مقلوبة، وده لأنهم بيجهزوا عشان يستقبلوا وزيرة البيئة عشان تسلم الأهالي بنفسها مفاتيح البيوت اللي بنتها شرطة فغمون. وبتكون موجودة برضه الصحافة عشان تغطي الحدث، وبكاميراتهم قدروا يصوروا الأطفال دي واللي موجودين برضه جنب اسم الشرطة وبيلعبوا، ومعاهم كلبهم شيغو، وأثناء ما هم بيلعبوا كورتهم بتعدي لاسم الشرطة، فبيعدوا السور بسرعة عشان يجيبوها، ويا دوبك واحد منهم لسه بيمسك الكورة بنسمع صوت 3 طلقات من جوه الاسم، فكل الموجودين بيخافوا وبيطلعوا يجروا ناحية الاسم بما فيهم ضباط الشرطة. وفي نفس الوقت بنشوف نائب اسم الشرطة موجود في المستشفى، وبنعرف ان اسمه برامود، ولكنه بيكون وقتها حزين جدا وهو بيتفرج على التلفزيون. وقتها بنكتشف ان مراته في لقاء في التلفزيون واسمها سريجة، وجايه مع بنتها الايدول المشهورة، وبيقعد يتفرج على بنته وهي بتغني وهو حزين. وده لاننا بنكتشف ان هم منفصلين بقالهم 18 سنه، وعشان كده بيدخل وسيط بينهم يكلم مراته، وده لانه ما تواصلش معاها من ساعه ما انفصلوا، واللي بيرجع له من تاني وبيقول له انه ممكن يكلمها بعد 5 دقايق. ووقتها بيسترجع ذكرياته، وبنعرف وقتها انه كان حيوان وبيعامل مراته بأسوأ وهي حامل، لدرجه انها حتى بعد ما ولدت كانت خايفه منه على بنتها، لدرجه انها خدت بنتها وسابته البيت ومشيت، وهو قاعد يطفح ولا شاغل باله بيها. واول ما بيعدوا ال5 دقايق بيرن عليها وبيكلمها وهو متأثر ومكسور، لأنه عاش محروم من بنته 17 سنة، لدرجة إنها حتى ما تعرفش وشه، وبيترجى إنه يشوفهم هما الاتنين لأنها مفهماها إن أبوها ميت. وأثناء ما هو متأثر بيجيله اتصال من الاسم، وبيتصدم لأن أخوه التوأم هو اللي اتقتل. وبنعرف برضه إن كان ضابط شرطة واسمه فنود، فبيخرج بسرعة من المستشفى على الاسم، واللي وقتها بيكون مقلوب، وقفلوا البوابات وحجزوا كل الموجودين في الاسم سواء إذا كان مواطن عادي أو صحفي لحد ما يعرفوا مين القاتل. وفي نفس الوقت بيكونوا شاكين في 3 ضباط إن هم اللي قتلوه، وعشان كده بيثبتوهم لحد ما يحققوا. وفي نفس الوقت بيوصل برامود الاسم، وأثناء ما هو داخل بيقابله الكلب شيغو وهو خارج، وبيدخل برامود على أخوه واللي هو مقتول في مكتبه، وبيقعد جنبه وهو حزين ومتأثر وهو بيبص له، وبيبدأ الخبر ينتشر في الإعلام. وقتها وزيرة البيئة بتعرف باللي حصل في الاسم اللي هي كانت هتروحه، وعشان كده بتكلف الشرطية اللي معاها إنها تحل القضية بأسرع وقت. وبيوصل الطبيب الشرعي عشان يرفع البصمات، وبيعرفوا ان بين كل طلقه والتانيه 3 سنتي، وان اللي قتله كان لازق المسدس في جسمه. اما برامود فكان بيبص لل3 ضباط، وده لانه كان شاكك في واحد منهم، وبنعرف ان اسمه جون، وده لان كانت حصلت مشكله بينهم قبل كده، وحكى له جون انه كان بيحقق في قضيه واحده قريبتهم وجوزها مسافر بره، ولان فنود فلاتي ونسوانجي راح لها في نص الليل وقال يعني عشان يحقق معاها. ولما جون ساله راح لها ليه، فبنود اداله بالبوكس في وشه، فبرامود ناداله عشان يحل المشكله بينهم، وليه اساسا اتدخل في قضيه مش قضيته، ولان شايف ان اخوه غلطان فطلع جون، وبدا يتكلم معاه بالراحه انه يلم نفسه. فقال له قبل ما تعمل وعظ عليا حل مشكلتك مع مراتك وبنتك واهتم بيهم. وبكل فجر لما طلع من عند اخوه راح له جون وقال له انا رايح لقريبتك النهارده، فلو عايز تيجي معايا، وزقه وسابه ومشي. وعشان كده برامود كان شاكك فيه. وفي نفس الوقت بتوصل الشرطيه وبتعرف من الطب الشرعي ان هم ما قدروش يتوصلوا لاي بصمات على المسدس، وده لان المسدس غرقان دم. وقال لها برضه ظابط من الموجودين ان ال3 ضباط المشتبه فيهم ان ال3 كل واحد منهم معاه مشكله مع فنود، وعشان كده بتجيبهم ال3 وبتستجوبهم. وكانت البدايه مع جون، وسالته كان فين وقت حدوث الجريمه، فقال لها انه كان بيتكلم في التليفون مع مراته، واول ما سمع صوت الرصاص طلع يجري، ووقتها اتفاجئ بفنود مقتول في مكتبه. وفي نفس اللحظه بيوصل الاثنين الضباط التانيين واللي اتفاجئوا برضه باللي حصل وقعدوا يبصوا لبعضهم، فبتسال الضابط التاني فقال لها انه كان موجود في الحمام، واول ما سمع صوت الرصاص طلع بسرعه وهناك لقى زمايله. وقتها بيسالوا الضابط حلبسه واللي هو كان اقرب ضابط لفنود، وسالوا عن المشكله اللي كانت بينهم، واللي بيحكي له ان فنود كان بيعلم على واحد في اسم الشرطه بعد ما كان جاي له في قضيه، وقال له بس اسال عن اخوه. وبعد ما روق الراجل شاف طفله قاعده، وبعدها بلحظات بتسال شرطيه عن بنتها، فسنديب قال لها بالله عليكي بيبقى فنود موجود هنا وتجيبي معاكي بنتك؟ ده حيوان ودايس في اي حاجه، ما بيفرقش معاه صغير ولا كبير. وفي نفس اللحظه بيوصل مع بنتها وهو بيقول لها حاولي تشتري البنت اللي نفسها فيه، وبيروح للظابط وبيقول له ان هو بيحب الاطفال، ده اذا ما كانش عنده مشكله يعني. وبنتفاجئ انه تاني يوم راح جاب بنت سنديب من المدرسه وخدها وداها لمراته، وبكل فجر قال لها عرفين ان انا عملت كده. فسنديب اول ما عرف من مراته راح له على طول ونزلوا طحن في بعض. وهنا يجي دور الضابط التالت بنيش، واللي اكتشفوا بصماته في مكتب زميله وقريبه كمان من المسدس. فالضابط حلبس قال اكيد ان هو القاتل، ولكن بيدافع عنه برامود وقال ان هو كان نبطشيه حراسه النهارده، فاكيد بصمته هتكون موجوده قريبه من المكتب، ولان هو اللي كان معاه مفتاح الزنزانه فطلبوا منه المفتاح. والمفاجاه انه ما كانش موجود في جيبه، وجابوا ضابط زميله من على الارض، واول ما بيدخل بنيش بيتهموا حلبسه انه القاتل. فبنيش قال لهم انه كان نبطشيه حراسه النهارده، وقال لهم انه وقتها اضطر يدخل الحمام، فساب المسدس وحاجته على مكتب فنود. واثناء ما هو في الحمام سمع الطلقه، فسالته الشرطيه عن مشكلته مع فنود، فقال لهم انه كان سهران في فندق مع زمايله، وجاله واحد وقال له ان فنود سكران على الاخر لدرجه انه بيلعب قمار على المكنه بتاعته. ولما دخل له عشان يتكلم معاه
فبنود كشم له وهزقه، فبينيش بيسيبه ويخرج. وقتها بيشوف 3 شباب بيتخانقوا في الطرقه، ووقتها بنعرف ان عامل من الفندق صور فيديو البنت والولد كانوا واقفين مع بعض، وحاولوا كتير ياخدوا التليفون عشان يمسحوا الفيديو، ولكن العامل اصر ان هو ما صورهمش. فحاول بينيش يتدخل عشان يحل المشكله. وقتها بيخرج فينود، واللي اول ما شاف موظف الموضوع اعصابه باظت، وحكى له بينيش اللي حصل، وان العامل صور بنت وولد مع بعض فيديو. فمن غير تفاهم نزل ضرب في الولد على طول، وهو بيتهمه انه كان بيعمل علاقه مع فتاه قاصر. فالبنت اتجننت على اللي حصل في زميلها، ومسكت ازازه وكانت هتضرب بيها فنود، ولكن الضربه بتيجي في العامل. فبينيش خده بسرعه وطلع بيها المستشفى، واثناء ما هو في الطريق افتكر ان البنت مع فنود لوحدهم، وعشان كده بيوقف موتوسيكل في الطريق وبيرجع له بسرعه لانه عارف تفكيره القذر ودماغه. واول ما دخل الفندق سال عنهم، وفعلا اللي كان بيفكر فيه حصل، لانه طرد الشاب وخد البنت في الاوضه. فطلع له بسرعه الاوضه وخبط عليه، بس للاسف بيكون وصل متاخر، لانه للاسف بيكتشف ان الحيوان اغتصبها، وقال لها انه بلغ مديرينه باللي حصل. فحلبسه قال للشرطيه ان موظف الفندق قال ان ده ما حصلش، وبالاضافه ان هو كلم البنت والولد ومحدش اتقدم منهم بشكوى. فالشرطيه طلبت من حلبسه انه يجيب الولد والبنت باي طريقه، وبعدها بيجيبوا المسجون الوحيد اللي كان في الزنزانه، ولكن قال لهم انه كان نايم وما صحاش الا بعد ما سمع صوت الرصاص، وانه شاف حد بيجري بعدها من الباب الخلفي. وسالت كمان الشرطيه حلبسه عن علاقة برامود بفنود، فقال لها ان هم متخاصمين بقالهم 17 سنة، وده من لحظة اختفاء مرات برامود. ووقتها فنود وحلبسة هم اللي مسكوا القضية وقلبوا عليها الدنيا لحد ما قدروا يوصلوا لها، وده كان بعد اختفائها بسنة ونص. ولما حاولوا يهدوا الامور بينهم رفضت ترجع له، وانها مبسوطة كده في حياتها هي وبنتها. وبعد ما اتاكدوا انها في امان سابها ومشيوا، ولكن فنود بيرجع لها تاني لوحده، ورجع لها محمل بالهدايا والعاب الاطفال عشان بنت اخوه الصغيره، وساب لها الحاجه ومشي. وقتها صاحب برامود حاول يقنعه يرجع لمراته، بما انه يعني خلاص بطل شرب، واللي كان مزعل مراته منه ومخليه دايما متعصب عليها وبيضربها. واول ما بيعرف ان اخوه عرف مكانها بدون ما يقول له، وده لانه كان موقوف عن العمل ساعتها، فراح له وهو متعصب. بس فنود اول ما شافه عصبه اكتر، وقال له بدل ما انت جاي مشموط قوي كده كنت اهتم بمراتك وبنتك اللي خلاص ما بقتش طايقاك وسابت لك الدنيا كلها ومشيت. وقتها بيتعصب عليه وكان هيضربوا بعض، ومن وقتها علاقتهم انقطعت ببعض. وفي نفس اللحظه بتوصل ماليني زوجة فنود ووالدتها، واللي بتزعل عليه جدا اول ما بتشوفه، فبتاخدها الشرطيه عشان تتكلم معاها، وسالتها اذا كانت بتتهم حد في قتله، ولكنها بترفض تتكلم في وجود برامود. فالشرطيه بتستاذنه يخرج بره، واول ما بيخرج بتقول للشرطيه ان فنود ما كرهش حد في حياته قد البني ادم ده، اما هو فبتخنقه الدمعه، وخصوصا لما شافهم بياخدوا جثه اخوه. وقتها بيفتكر ذكرياتهم في الطفوله سوا، وقد ايه كانوا بيحبوا بعض وفي قمه سعادتهم وهم بيلعبوا سوا، وكانوا اطفال الحته كلهم بيعملوا لهم الف حساب بوجودهم سوا مع بعض، لحد ما بيجي لهم واحد زميلهم ويقول لهم على حاجه، فبيرجعوا البيت بسرعه وهم خايفين، وبيقفوا وهم في صدمه من اللي ابوهم بيعمله، وده لانه كان بيطرد والدتهم قدامهم لمجرد بس انها اعترضت على الشمال اللي جايبها معاه، وخد الشمال ودخل وقفل الباب، ووقفت المسكينه منهاره من العياط هي وعيالها. والمفاجاه بنكتشف ان الحيوان ده كان ظابط برضه، ولما راحت اشتكته في الاسم موتها من الضرب. فمديره اول ما عرف باللي حصل اتدخل وقال له طالما الحياه بايظه بينكم كده يبقى تطلقوا، بس بشرط تديها مصاريف الولاد. فلما لقى نفسه هيصرف عليهم فخد واحد منهم، ولما جه ياخد برامود الاول والدته مسكت فيه ورفضت ياخده، فسابه وخد فنود. ووقتها فنود كان منهار من العياط، وهي بتطلب منه يترجى انه ما ياخدوش منها، ولكن في النهايه بياخده. وبرضه الحيوان بيكون مستمر لسه في قذارته، وسايب فنود مرمي بره وهو عمال بيغتصب في واحده جوه، وكان قاعد بره وسمع كل اللي بيحصل جوه، وشاف البنت المسكينه اللي قدرت تهرب من ابوه الحيوان، ورجع له بكل فجر وهو بيقول له انت بتبص عليا يالا، وعشان كده بيسيب له البيت خالص وهو بيجري وبيروح على بيت والدته. بس للاسف بيتفاجئ انها مشيت يا اخوه برامود، ووقتها بيزعل جدا، بالاضافه ان زمايله بيبداوا يضايقوه، وخصوصا انه بقى وحيد، فبيهرب منهم وبيرجع لبيت ابوه من تاني. وقتها بيتفاجئ بالشباب اللي طالعين من عنده، وكل واحد منهم ماسك شوره في ايده، وده لانهم قتلوا الحيوان بعد ما حاول يغتصب قريبتهم. فوالدته اول ما بتعرف بترجع هي واخوه، ولكن المفاجاه ان اول ما بيشوفهم بيقفل في وشهم الباب وبيسيب لهم الدنيا خالص وبيهرب. ووقتها بنتاكد انه كان ضحيه حيوان، وللاسف طلع نسخه طبق الاصل من ابوه. وحتى برامود لما نادى عليه عشان يرجعه كمل في طريقه برضه ما رجعلوش. وبنرجع للوقت الحاضر من تاني، وحلبسه بيوري للشرطيه فيديو لفنود قبل ما يموت، وكان وقتها مبسوط جدا وهو بيتكلم مع واحد صاحبه، لانه اخيرا لقى الزوجه بنت الحلال اللي تلمه. ولما الشرطيه سالته عن ماليني فقال لها حلبسه انها غيرت حياته للافضل، لدرجه انه خلاص قرر يتجوزها، بس للاسف ملحقش. وبنتفاجئ انه عرفها في اسم الشرطه، واثناء ما هو راجع من بره شافها قدامه، واول ما شافها دخلت دماغه، فسال زميلته عن قصتها، فقالت له ما تشغلش بالك انت، لانه كان معلم عليها قبل كده في بنتها، ولانها بوظت الدنيا عنده، فعمل نفسه معدى عليهم، وسال والدتها لو يقدر يساعدها، فقالت له ان جوزها طول الوقت بيشتمها وبيضربها، وفي النهايه كمان طردها من البيت، وترجتها انه يساعدهم. فعلى طول بيدخل لحلبسها وبيقول انه هياخدها لجوزها عشان يعرف ايه قصتهم.
وفي الطريق واول ما بيركبوا العربيه بيظبط المرايه عشان يتابع الفارسه الجديده واللي وقتها كانت حزينه اساسا ومش دارينه بيه. اما والدتها فقالت له انها كانت شغاله في حضانه اطفال وللاسف الحضانه قفلت من اسبوعين، وعشان كده الحيوان جوزها ما بقاش قادر يصرف عليها وبقى طول الوقت مطلع قرفه عليها. ولما بيوصلوا هناك بنحس ان جوزها شكله مجنون فعلا لانه مجمع صحابه وعمالين يسقفوا ويطبلوا وقال ايه بيتضرعوا لله. واول ما بيشوف الشرطه قدامه بيخاف وبيعتذر لمراته، ولكن فينود بيزنقه في جنب وحذره يمد ايده عليها تاني والا هو اللي هيقطعه بنفسه، ولانه برضه مش عايز يفوت الفرصه فقبل ما يمشي قال لها لو ضايقك تاني كلميني على طول، وسجل لها كمان رقم تليفونه. ويا دوبك بس طلع على الطريق يتفاجئ انها بترن عليه فرجع لها تاني بسرعه، وهناك بنتفاجئ ان المجنون بيكسر عليها الباب بالبلطه وعايز يموتها لانها بلغت عنه الشرطه، ولكن فينود بيقدر يكتفه وياخده معاه. وبعدها بيروح المستشفى الماليني واللي كانت لسه برضه مصدومه وما بتنطقش، وحاول كتير يتكلم معاها بس برضه ساكته وما بتنطقش. ولما سالها اذا كان عندها مكان تبات فيه وقتها بتعيط، وده لانها ما عندهاش مكان بسبب فقر والدتها، وعشان كده بياخدها معاه لبيته وبتكون وقتها مدياله الامان لانه ضابط شرطه وما تعرفش انه حيوان شهواني وما بيعتقش. واثناء قاعده حزينه في الاوضه بيدخل لها وبيحاول يتحرش بيها ولكنها بتبعد عنه وهي خايفه بدون برضه ما تنطق ولا كلمه. ولما حاول معاها تاني لقى نفس رد الفعل منها برضه وهي خايفه فسابها وطلع نام في الصاله لحد ما اتفاجئ تاني يوم الصبح انها مش موجوده، فطلع بسرعه يدور عليها. بس المفاجاه انه لما راح لوالدتها قعدت تشكر فيه انه خدها معاه وانها اكيد نامت مرتاحه البال لان المسكينه بقالها فتره بتعاني، فعرف انها ما راحتلهاش. وقتها بيفتكر انها كانت شغاله في حضانه وبالفعل راح لها وكانت موجوده واعتذر لها انه عمل كده، وعشان يثبت حسن نيته معاها قال لها لو عندك مكان تروحي له مستعده اوصلك. ولما لها ساكته وما ردتش فقال لها تعالي عيشي معايا واوعدك ان ده مش هيتكرر تاني. وبالفعل بتروح معاه والاول مره في حياته بيبدا يتعامل بادميه، وجاب لها كمان هدوم جديده بدل الطقم اللي طول الوقت لابساه، وعرض عليها كمان انه يفتح لها الحضانه من تاني وعربيه الشرطه اللي هتوديها وهتجيبها، يعني من الاخر محدش هيقدر يزعجها تاني. وبالفعل فتحت الحضانه من تاني وبدات ترتبها، ولانه واضح انه حبها بجد فالاول مره يهين نفسه ويشتغل معاها وكنس لها المكان كمان بنفسه. فالبسمه بدات تنور حياه ماليني من تاني، حتى هو كمان بدات حياته تتغير وبدا يحس انه انسان لاول مره في حياته، وبدا كمان يهتم بنفسه ويلبس ويتشيك قبل ما يروح لها، وهي كمان بدات تحس معاه بالامان. لحد ما ماليني بتحضر محاضره واللي كان وقتها بيشرحها لهم برامود عشان يعرفهم قيمه الاهتمام بالطفل لانها بتكون عامل مؤثر جدا في شخصيته لما بيكبر. ووقتها بيدخل عليهم نيفيدو وطلب منها تخرج معاهم ما تحضرش المحاضره، فبتسمع كلامه وبتخرج. وقتها بيقول لبرامود انه كان عايز ينقلهم الاسم انه مش هيسيب الاسم ومش هيتحرك من مكانه. ولما خرجت ماليني قال لي حضرت المحاضره لما عرفت ان هو المحاضر، وخصوصا انه حكى لها عن كل المشاكل اللي بينهم. وبالليل في قعده صفا هو ماليني قال لها ان مفيش واحده ست دخلت البيت ده وقعدت اكتر من يوم وعشان كده الجيران كلوا وشه، وده لان عمري ما وثقت في حد وانت الوحيده اللي وثقت فيكي. وقال لها هو حزين على نفسه انه ما عرفش حد كويس في حياته وان حياته كلها كانت قذاره في قذاره لحد ما هي ظهرت في حياته. فماليني بدأت تتأثر بكلامه وإنه اتغير على إيديها وبقى شخصية تانية. وبنرجع تاني للوقت الحاضر لما برامودا تواصل مع شركات الهاتف عشان يجيب مكالمات فينود آخر أسبوعين. اتفاجئ إن الموظف رفض يديله أي تفاصيل، وقال له كمان الموظف إنه طلب منه يتعقب اتصالاته هو. فبيدخل بسرعة للشرطية هو متضايق وسألها إذا كان مشتبه فيه في القضية وإنه طلب منهم تتبع تليفونه. فالشرطية بتتفاجئ وبتبص لحلبسة واللي بيقول له إن الكل عارف إن كان في مشاكل بينكم ومش بعيد خالص تكون أنت القاتل. فبرامود قال له أي نعم في مشاكل بيننا ولكن في النهاية ده أخويا واستحالة أفكر أذيه. وطلب من الشرطية إنه يشارك في التحقيق فقالت له دوس يا معلم. واول ما بدا جمع ال3 ضباط من تاني وقتها بيتفاجئ ان في تضارب في كلامهم لان بليش وسندوب قالوا ان هما الاثنين كانوا في الحمام في نفس الوقت. ولما ضغط عليهم سندوب بيناخ وبيقولوا انه كان موجود في حمام السيدات يا دي النيله، فخدوا بسرعه للشرطه الحريمي عشان يتاكد فعلا اذا كان معاها وقت سماع صوت الرصاص. فبتترجاه وهي خايفه يستر عليها لانها متجوزه وعندها اطفال. طب لما انت خايفه من الفضيحه ما لمتيش نفسك من الاول ليه؟ ولما اتاكد من صدق كلام الضباط ال3 بدا يشيك على كاميرات المراقبه، وقتها اتفاجئ ان المسجون ما كانش في الزنزانه، فعلى طول بيروح له الزنزانه وبيضربه عشان يعترف. وبنعرف برضه انه كان بريء لان بليش اثناء ما كان مزنوق وطالع يجري على الحمام وقتها بتقع منه مفاتيح الزنزانه، فعلى طول بياخد المفتاح وبيقدر يخرج. ودخل بسرعه على غرفه الاحراز عشان ياخد الحرز بتاع قضيته، ووقتها بيسمع صوت الرصاص ولانه شاف الاسم بيتقلب فرجع بسرعه الزنزانه وقفل على نفسه المخدرات اهون من القتل. وقال له وقتها انه شايف فينود قاعد في مكتبه وتقريبا كده كان في حد قاعد معاه لانه وقتها كان مركز مع حاجه ولكن ما شافش الا هو وبس. فبيبدا يفرغ كاميرات الصحفيين اللي كانوا موجودين، وقتها بيشوف الطفلين اللي كانوا بيلعبوا جنب الاسم وبكده بيقدر يحل لغز القضيه. واثناء ما الوزيره متعصبه لانهم بقالهم 12 ساعه وما قدروش يحلوا القضيه بيدخل لها برامود وبيقول لها ان فينود كان اخوه الصغير. ووقتها كانت المفاجاه لان فينود انتحر وكانت الرصاصه الثالثه هي اللي جابت اجله لانها كانت في قلبه، والدليل ان المسدس كان قريب من جسمه بالاضافه ان جسمه ما عليهوش اي علامات خناقه. ولكن الوزيره ما بتصدقوش
لانه ازاي انتحر ب3 رصاصات. وقتها حلبسة بيتدخل وبيقول له ازاي واحد كان مبسوط جدا قبل الحادثه بدقايق ينتحر كده فجاه. فجاب لهم شاهد العيان واللي هم كانوا الطفلين اللي شافوا الحادثه بنفسهم وقت ما عدوا السور وكانوا لسه هياخدوا الكوره. وقتها شافوه وهو بيقتل نفسه وبيأكد بربوط كلامهم انه اول ما وصل لاسم الشرطه بعد الحادثه كان الكلب بتاعهم مقابله على البوابه وكان وقتها شايل الكرة في بقه. وده كله ظاهر في فيديوهات الصحفيين. وبعد ما بيتحل لغز القضية لسه مازال في لغز موجود وهو سبب انتحاره واللي بيعرفها برموت أول ما بيخرج من عند الشرطية. ووراله ظابط زميله البرنامج التلفزيوني اللي كان بيشوفه لحظة ما مات وطلع ان هو نفس البرنامج اللي كان بيشوفه في بداية القصة لمرات برمود وبنته وهي بتغني. عشان وقتها برمود يتصدم بالحقيقة المرة. وبنعرف ان وقت ما بنود كان بيتكلم في التليفون مع صاحبه وهو مبسوط انه اخيرا لقى الزوجة الصالحة. وقتها بيشوف مرات اخوه في التلفزيون ولما ركز مع البرنامج اتفاجئ ان المغنية اللي بتغني بنت اخوه واللي هي نفسها البنت المسكينة اللي اغتصبها في الفندق. وده لانه للاسف ما كانش يعرفها فبيبص له هو حزين ومصدوم بعد اللي عمله في اقرب حد ليه وهي بنت اخوه وهو بيفتكرها في طفولتها وبيفتكرها لحظة ما كانت بتدافع عن نفسها وهو بيغتصبها. ولما حس قد ايه وقتها انه كان حيوان بيطلع مسدسه وبيقتل نفسه. واثناء ما برموت حزين بياخد الفيديو وبيوريه البليش وبيسأله إذا كانت البنت اللي بتغني هي نفس البنت اللي اغتصبها في الفندق. وللأسف بليش بيأكد له إن هي نفسها فبيفضل يبص لبنته وهو بيعيط. ورجع لبيته وهو مش شايف قدامه ووقتها كانت مراته بترن عليه بس هو كان في عالم تاني ومش دريان بيها بعد ما اتصدم ان بنته الوحيده اغتصبها اخوه التوأم. ولما دخل بيته تخيل صوره اخوه قدامه في المرايه واللي هو طبعا تيبيكال هو. وفي نفس الوقت بترن عليه مراته تاني واللي قالت ان بنتهم هترجع النهارده واول ما هترجع هتكلمها عنه وتعرفها ان ابوها لسه عايش. ولكن المره دي هو اللي بيرفض وطلب منها ما تجيبلهاش سيرته ابدا ولا تعرف انه موجود في الدنيا لانها المفروض ما تعرفش وشه واللي هو للاسف نفس وش اخوه. وطلب منها ما تتصلش بيه تاني وبيكسر التليفون وهو مقهور وحزين لانه للاسف هيتحرم من بنته طول عمره لانها لو شافت وشه هتعرف ان هو اللي اغتصبها. وبكده بتخلص قصتنا واتمنى في النهايه تكون عجبتكم وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.